ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن مجلس النواب سيصوت رسميا على إدانة تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة والتي استهدفت نوابا ديمقراطيين، وذلك وفقا لرسالة بعثت بها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إلى الأعضاء أمس. وكان الرئيس الأمريكي قد دافع عن ما ورد في تغريداته وقال إن البعض وجدها مثيرة للجدل لكن كثير من الناس أحبوها. عندما أسمع تصريحاتهن، وفي إحدى الحالات هناك من قدمت من الصومال وهي دولة فاشلة فيها حكومة فاشلة، هي قد غادرت الصومال ووصلت في النهاية إلى هنا وأصبحت عضوا في الكونغرس، لكنها ليست سعيدة أبدا. إنها تقول أشياء مروعة عن إسرائيل وتكره إسرائيل وتكره اليهود. إذا كن غير سعيدات وأنا أراقبهن فكل ما يفعلنه هو التذمر. إذا كن غير سعيدات فليغادرن. وهذا ما قلته في التغريدة التي يعتبرها البعض مثيرة للجدل، لكن كثيرا من الناس أحبوها.